هنا وهنا فقط يصنع وحوش التخدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أجمد وأجمل وحوش التخدير في الدنيا كلها؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال والناس جميلة في حالكم. النهاردة احنا بنتكلم في مملكة الفخامة والعظمة، مملكة CNS. احنا في الفيديوهات الأولانية اللي بتعرفنا على المملكة ديت من أبطال الرواية وأبطال القصة بتاعتنا اللي هنقدر نعمل بيهم نيورو بروتكشن كويس جدا. فاحنا كنا بنتكلم على CBF اللي هو Cerebral Blood Flow، وكنا بنتكلم في عنوان اسمه Regulation، وتحت Regulation كان في عنوان اسمه Factor Affecting. المرة اللي فاتت احنا في الفيديو التالت لو انت ماشي بالترتيب اتكلمنا في الفاكتور على CBP اللي هو Cerebral Perfusion Pressure، واتكلمنا على CVR اللي هو Cerebral Vascular Resistance، وقعدنا نتكلم بالتفاصيل على الكلام ده. وجينا للفاكتور التالت النهارده في الفيديو الرابع لو انت ماشي بالترتيب، الا وهو ICT. ICT برضه ممكن تتفرج عليه سيبريت، مفيش اي مشكله خالص، فيديو مستقل لو انت عايز تفتكر معلوماتك على ICT، وده اللي هنبني عليه زي ما قلت لك. كل اللي جاي في فيديوهات النيورو بروتكشن هتبقى معاك باذن الله قبل ما ندخل على الحاله، عشان لما تيجي تدخل على اي حاله خلاص ايا كان حالتك كانت هيت تروما ولا ماس ولا هيموريدج، خلاص انت عارف مفاتيح لعبة النيورو بروتكشن. حلو جدا. يبقى اذا النهارده انا هعيش مع الفاكتور الاخير اللي بيأفكت او ريجوليت السيريبرال بلاد فلو، وهو فاكتور مستقل بذاته مش تأثيره بس على السيريبرال بلاد فلو، الا وهو ICT. ايه بقى عناويننا؟ عايزين نتكلم على كومبوننت اللي تصنع هذا ICT، الانتراكرينيال تنشن، والفاليو بتاعته هو كتنشن رقمه كام، وعنوان مهم جدا اسمه IC يعني انتراكرينيال كومبلاينس. واحنا بنتكلم هنعرف هل هو شرير زي ما هو واضح في الرسمة، ولا ده بالعكس احنا نعرف نروضه ونستغله ونستفيد منه في النيورو بروتكشن بتاعنا. فليتس جو نقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده حلقتنا مع هذا العظيم الرهيب ICT. خلينا نقول العنوان الاسهل، الفاليو بتاعتنا قد ايه يا عم التنشن؟ انت من 5 ل 15 ملم ميركوري. امتى يبقى عالي؟ فوق ال 15 اب تو 20. هتلاقي كتب كتير بتقول لك فوق ال 20 يعتبر ان انت عندك هاي انتراكرينيال تنشن. اوكي، تعالى بقى نتعرف على الكومبوننت. اول مره نتكلم على تنشن او بريشر ونقوله كومبوننت. ايوه، هذا الضغط اللي هو جوه المخ يتعمل من ايه؟ يتعمل من 3 حاجات قلنا عنهم قبل كده. بصراحه اتعمل من برين برينكما موجوده اهي قدامك، وده الرمز بتاعها، وده تمثل 80% من التنشن بتاع البرين. طبيعي جدا. في الاول كده بس هديك معلومه بسيطه قلناها زمان لما كنا عندك بلاد فيزل، وكنا بنقول الارتيريال بلاد بريشر. ايه هو البلاد بريشر ده؟ هو البريشر اللي معمول بالكونتنت على جدار البلاد فيزل، على الوول يعني. فبرضه الكونتنت بتاع البرين اللي محطوطه جوه بوكس صغير اسمه سكال هتعمل بريشر هنسميه انتراكرينيال تنشن. ايه اكبر كونتنت موجود جوه البرين؟ هو البرين برينكما تمثل 80%، وقلنا قبل كده ان هو حوالي از اماس 1500 جرام. تمام. ال 20% الباقيه مين هم؟ هنا بقى يجي دور الفلويد اللي موجوده جوه البرين. وما اقول فلويد فانا عندي حاجتين اتنين، CSF وده هياخد 8% من 20% الباقيه. حلو. وبلاد وده هياخد 12% زي ما انت شايف كده. حجم CSF قد ايه؟ هتقولي برضه 150. اقول لك لا، لو انت فاكر ال 150 بتاع CSF كانت بتتقسم، البرين واخد منها 100 بس. امال ال 50 الباقيه او ال 25 مللي الباقيين موجودين فين؟ ايوه موجودين في السباينال كورد تحت، لان CSF بيبقى كونتينيوس في السباينال كورد والبرين مع بعض في اي سبيس في السب اراكونيت سبيس. احنا اللي يخصنا اللي عاملين ومشاركين في صناعه الانتراكرينيال تنشن من CSF هم حوالي 100 مللي بس. يعني كومبوننت اللي عامله لك هذا البريشر 80% برين برينكما، 8% CSF، 12% بلاد. هنستفيد من المعلومه ديت حاجات كتير. لما اجي اقول لك ان البرينكما ده حصل فيها اي هايبرتروفي او اوفر جلوس، والكلام ده ممكن يحصل ليه؟ لا قدر الله تيومر، فبدأ يضغط على كل التيشو السليمة اللي حواليه فزود لك الانتراكرينيال تنشن، او في مشكلة في CSF يا سيدي ادت ان هو يقف لنا هنا كتير ويتراكم كتير جدا، فبدأ يضغط على التيشو اللي حواليه ويزود لك الانتراكرينيال تنشن. او البلاد بتاعنا لاي سبب من الاسباب، على سبيل المثال هيموريج ولا حاجة، فبدأ يضغط على التيشو اللي حواليه فبدأ يزود لك الانتراكرينيال تنشن. يبقى انا دلوقتي مبدئيا من نقطة الكومبوننت فقط بقيت انا مدرك ان زيادة الانتراكرينيال تنشن اللي هي هتبقى حاجة against النيورو بروتكشن سببها حاجة من الحاجات دي. حلو جدا. تعال بقى نكمل المسلسل بتاعنا.
نيجي لنقطة الانترا كرينيال كومبلاينس. ايه المقصود بالكومبلاينس؟ زي ما قلت لك قبل كده، الكومبلاينس هي الدلتا في على الدلتا بي، شرحتها لك في اول فيديو وشرحناها في فيديوهات الريسبيريشن فيسيولوجي كتير قوي. التغير اللي بيحصل في البريشر قصاد التغير اللي بيحصل في الفوليوم. الناس اوائل الاوائل يقول لك هي الفي على البي، اما احنا هنا وحوش وحوش الحمد لله لا، احنا بنقول الدلتا في على الدلتا بي، اللي تشينج اللي بيحصل هنا قصاد اللي تشينج بيحصل هنا. تخيل السكال اللي هي سمول بوكس دي بكل الكومبوننت اللي احنا بنحكي عليها ديت، لو حصل اي زياده في الفوليوم لاي كومبوننت، زياده البلاد فلو اللي داخل جوه البرين، زياده سي اس اف لاي سبب من الاسباب، زياده الماس، هتعمل لك ايه في البريشر؟ هتزود البريشر اللي قصادها بمقدار اكتر بكتير من الزياده اللي حصلت في الفوليوم. يعني الدلتا بي هتبقى اكبر بكتير، ايوه. يعني الانترا تنشن هيزيد اكتر من اللازم، ايوه. فنقدر نقول ساعتها ان الكومبلاينس بتاعتنا بور، وده اللي انا شرحته لك في اول فيديو. حلو جدا. هتقول لي لا مش حلو، هقول لك صح، لازم يكون في ديفنس ميكانيزم اجينست القصه دي. لان لو زاد الاي سي تي زي ما احنا فهمنا في الفيديوهات اللي فاتت، هيقلل لك سيريبرال بلاد فلو، وممكن ندخل في برين اسكيميا وبرين انفكشن لا قدر الله، الريفرسبل برين انجن. فبالتالي هذا الوحش لابد من ترويضه والسيطره عليه دائما، اللي هو الاي سي تي. نعملها ازاي؟ شايف المثلث الجميل اللي انا عامله لك تحت ده؟ ايوه، ده حاجه اسمها الكومبنسيشن. ايه بقى كلمه الكومبنسيشن؟ الانترا كرينيال كومبلاينس حافظنا عليها عن طريق الكومبنسيشن الجميله دي. عملوها كالاتي: جم الثلاثه الكبار اللي مكونين لك الانترا كرينيال تنشن، واولهم يا سيدي رئيس مجلس الاداره اللي هو البرين بارينكيما، قعدت مع التو فلويد الباقيين، قعدت مع سي اس اف، قعدت عرب كده والبلاد، قالت لهم بص يا جميل انت اهو، احنا هنتفق اتفاق، مش عايزين نسمح ان الاي سي تي يزيد مننا، لان في الاخر كلنا هندفع الثمن. طب وبعدين نعملها ازاي؟ قالت لهم لو حصل اي زياده في الفوليوم بتاع اي واحد مننا احنا الثلاثه كبرين برينكما او فلويد متمثله في بلاد او سي اس اف، ايه المطلوب؟ هنعمل كومبنسيشن للقصه دي. المطلوب من الكومبنسيشن ان بدل ما يزيد الاي سي تي جامد، ينزل تاني الاي سي تي شويه، ويبقى احنا كده في حاله من البالانس. جميل، كلام حلو، ما اقدرش اقول حاجه عنه. نعملها ازاي؟ فقالوا لها انت الرئيسه بتاعتنا برين برينكما، قولي لنا نعملها ازاي. فقامت قالت الشرط: انا كبرين برينكما مش هقدر اقلل الفوليوم بتاعي في اي حال من الاحوال، لكن انتوا كسوائل ربنا خلقكم كده فلويد تقدروا تقللوا نفسكم. يعني ايه؟ يعني في حاله مثلا زياده البرين برينكما، هي ديت اللي عامله لك زياده اي سي تي. برين تيومر يا عم سي اس اف فوليوم ابدا قل شويه، ازاي؟ هقول لك، بس خد الكونسبت معايا. يا عم البلاد فوليوم ابدا قل شويه، ازاي؟ هقول لك، خد الكونسبت معايا. طيب كلام جميل خالص. افرض كانت الزياده في السي اس اف هي اللي عامله لك المشكله ديت بتاع زياده الاي سي تي، خلاص نروح على الفلويد التاني اللي هو بلاد، نقول لو سمحت يا عم البلاد قلل الفوليوم بتاعك شويه، يبقى في فوليوم زاد الناحيه دي وفوليوم يقل من الناحيه التانيه. طب افرض العكس، يعني كانت زياده البلاد جوه البرين هي سبب في زياده الاي سي تي، نيجي للفلويد التاني اللي هو سي اس اف ونقول له لو سمحت قلل الفوليوم بتاعك شويه، يبقى ده قصاد ده. لاحظت حاجه؟ ان البرين برينك في جميع الاحوال مش هتعمل اي حاجه، السوائل هي اللي هتكمبنسيت، هي اللي هتتصرف بالظبط كده. امال ليه حطينا في المثلث بنقول قعده عرب؟ عشان دي الكبيره بتاعتهم يا عم، ده 80%، احترام الكبير واجب برضه. طيب ادي يا سيدي فكره الكومبنسيشن وفكره الانترا فيناس كومبلاينس. ايه بقيه الرسمه دي عشان نبقى فاهمينها؟ بقيه الرسمه بتقول لك بقى سي اس اف بيبدا منين ويروح منين. تعال نقولهم مع بعض كده كاسماء. سي اس اف يا جميل هيتكون في لاترال فنتركل على اليمين، لاترال فنتركل على الشمال. فانت لو باصص الفيو كده لاترال هتبقى شايف الاتنين لاترال هنا وهنا، واحد اخضر اهوت واحد بيربل. حلو. بيجي منين بالظبط؟ من كرويد بليكسس. كرويد بليكسس ديت اصلا عباره عن فاسكولار بليكسس، ايوه. هيجي منها سي اس اف. يعني سي اس اف ما هو الا سائل بنطلعه من البلاد وبننقي مواد معينه من البلاد، بنعمل سيلكتيف فورميشن لبعض المواد عشان يبقى عندي كونتنت اسمه سي اس اف، سيريبرو سباينال فلويد. طيب بعد بقى ما يمشي في اللاترال فنتركل يمين وشمال، نروح لحاجه اسمها سيرد فنتركل، شايفها تحت اهي. وبعد السيرد فنتركل يروح لحاجه اسمها فورث فنتركل، ويدخل على السب اراكنويد سبيس في جميع الزوايا، داير ما يدور لغايه ما ينزل تحت السب اراكنويد سبيس بتاع السباينال كور. يبقى اذا دوره حياه هذا السي اس اف كالاتي: بيطلع من حته اسمها كرويد بليكسس في اللاترال فنتركل يمين وشمال، وبعدين يروح للسيرد فنتركل، وبعدين للفورث فنتركل. من عند 4 فنتركل. عشان يعدي هذا السي اس اف من فنتركل للتالي لازم يكون في فتح ما بين هذا الفنتركل واللي بعده. اسماء الفتحات ممكن تكون مهمه معاك في الاناتومي والرجاله بجمله ام سي كيو، تعال نقولها كده، وطبعا لما تعيدها كتير تلاقي نفسك بتجيبها بشكل احسن بكتير. الفتحه ما بين كل لاترال فنتركل الى السيرد فنتركل هنسميها انتر فنتريكولار فورمن. عشان نعدي من السيرد فنتركل للفورث فنتركل احنا عاوزين حاجه اسمها ايكوادكت اوف سيلفيوس، وده كلمتك عليها في البين باسوي
في فيديوهات البين بتاع الفسيولوجي. عشان نعدي بقى من الفورس فنتريكلياسي دي قدامنا سكتين عشان اروح للسب اراكنويد يمين وشمال، في حاجه اسمها لاترال فورمن او لاشقا فورمن، وممكن ينزل دايركت تحت على طول عن طريق حاجه اسمها ميديان فورمن. مراجعات ومتابعات مستوى وتدريب على الامتحانات. نرجع نكمل مع بعض في السلايد رقم 16، ودي السلايد مهمه جدا 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 لانها فيها كيرف خطير قوي، الا وهي ايه؟ بيتكلم بقى على نقطه الكومبلاينس اللي انا كنت بقول لك عليه، ويطلع لنا كيرف زي ما انت شايف بهذا الجمال، واحنا ملوك الكيرفات الحمد لله من ايام الفارماكولوجي بتاع كورس فاندامنتال. تعال نستمتع مع بعض مع هذا الكيرف. الكيرف ده بين مين ومين؟ زي ما قلت لك في الفارما زمان، اي كيرف قول لي مين الاكس اكسس ومين الواي اكسس بتاعك. الاكس اكسس هو الفوليوم، اوكي، اما الواي اكسس هو البريشر. يبقى مبدئيا الكيرف ده بيعبر عن ايه؟ على الكومبلاينس، يعني لو بيقول علاقه الفوليوم بالبريشر، هي دي تعريف الكومبلاينس. اي كومبلاينس بتاع مثلا اللنج بتاع الهارت، لا بتاع البرين، فالكيرف ده يعبر عن الاي سي كومبلاينس انتراكرينيال. جميل. بيقول ايه الكيرف ده؟ بيقول والله نتيجه الكومبنسيشن وقعده العرب اللي قعدوها مع بعض كل من اس اس اف والبلاد والبرين برينكما، اي زياده هتحصل في الفوليوم، الزياده اللي هتحصل في البريشر قدامها لازم يكون في زياده، هتبقى تقريبا قد زياده الفوليوم، فالكومبلاينس الحمد لله مينتيند. يعني لو قلنا هنا في بلس واحد هتلاقي هنا بلس واحد، التغير في الباص قد التغير في المقام، فالحمد لله القيمه بتاعتنا اللي هي اسمها كومبلاينس محافظين عليها، عشان كده الكيرف طالع لينير اهو. طيب انا كنت متوقع ان الكيرف هيكمل لينير على طول بالمنظر ده، اللون الاصفر اللي انت شايفه، الا ان احنا لقينا عند نقطه معينه اسمها نقطه واحد بعدها بدأ يحصل تغير غريب. تعالى نوصفه بلغة الكيرفات. نفترض ان احنا عند النقطة دي في الفي في الاكس اكس في الفوليوم، اجي ابص فوق على البريشر، مفروض ان انا كنت اوصل، اطلع كده، فمفروض ان انا كنت اوصل للنقطة ديت هنا مثلا على البريشر، الا ان انا لقيت ان اللي بيحصل غير كده. الكيرف اللي هو لونه بيربر ده بيقول لي ان انت هتوصل لنقطة اعلى اهي من البريشر. عايز تقول لي ايه؟ يعني عند النقطه دي من الفوليوم انا فوجئت ان البريشر بقى اعلى مما هو متوقع. يعني اذا كان زياده الفوليوم كده، فلقيت انا زياده البريشر بتاعتي بلس 3 مش بلس 2. يعني عايز تقول لي ان في المنطقه ديت بدا الكيرف بتاعي مبقاش يبقى لينير، منطقه من نقطه واحد الى نقطه 2 الكيرف بتاعي بدا يبقى واخد كيرفيتشر اعلى. وفهمتك يعني ايه كيرفيتشر اعلى؟ يعني طالع لفوق شويه، معناه ان البريشر بدا يزيد، يعني الكومبلاينس بدات تقل، لغايه ما وصلنا النقطه رقم 2 على الكيرف. ايه اللي حصل؟ بص معايا كده، المفروض ان انا عند النقطه رقم 2 عند الفوليوم، لو انت كنت ماشي لينير تقابل الخط الاصفر ده، المفروض كنت اوصل لبريشر هنا، الا ان انا لقيت نفسي طالع وبقيت على بريشر اعلى بكتير، نقطه البريشر اعلى 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 بكتير اللي انا بعلم لك عليها دي. يعني عايز تقول لي ان بدل ما يكون الفي بلس 3 لقينا البي بلس 5 ويمكن 6 كمان. ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ اللي انا شرحته لك ده هو وصف الكيرف عمل كده ليه؟ ليه الكيرف بتاعنا بدل ما كان ماشي كده بدا يتجه ابورد اكتر، وجي عند نقطه معينه بقى ستيبر، يعني طالع بانحدار عالي جدا جدا جدا. ده وصف المشهد اللي قدامنا على الكيرف ده. ايه التفسير؟ مش انا كنت بقول لك ان في حاجه اسمها كومبنسيشن؟ ايوه، الكومبنسيشن ده هيبدا في المثلث الاولاني اللي هو نورمال، منطقه الامان، اللي هو زياده في الفي قصادها زياده تانية في البي، والاثنين زي بعض، في الكومبلاينس من تاني. بدات الكومبنسيشن ديت تقل في الزون من اول نقطه رقم 1 لنقطه رقم 2 اللي انا بعلم لك عليها دلوقتي، انت شايفها قدامك اهو. الزون دي بدات الكومبنسيشن ميثودز او ويز بتاعتنا تقل. عند نقطه رقم 2 اي زياده في الفوليوم بعد كده الكومبنسيشن قالت لا انا خلاص، انا خلصت، انا حصل لي فول كونسبشن، كل طرق الكومبنسيشن اللي احنا كنا ممكن نعملها خلصت معانا، فبالتالي اي زياده في الفوليوم حضرتك هتلاقيها قصادها زياده رهيبه في البريشر، عشان كده طلعنا بالجزء الستيبر اللي في الاخر ده. يعني الموضوع كله كومبنسيشن. في الزون من 0 إلى 1، نقطه من 0 ل1 كان عندك كومبنسيشن كويس. الزون الثانيه اللي هي من 1 إلى 2 بدات الكومبنسيشن تقل الافشنسي بتاعتها. اما في الزون الاخيره اللي هي من 2 واكتر على الفي، انت كده خلصت كل الكومبنسيشن بتوعك يا معلم، فاي زياده في الفي هيحصل قصادها زياده رهيبه في البي اللي هو الانتراكرينال تنشن. طيب بيسموا النقطة رقم 2 هي دي اللي حصل عندها failure of compensation، بيسموها اسم تاني دي كومبنسيشن بوينت. ايه السبب؟ ان كل الادابتيف ميكانيزم اللي انا احكي لك عليها دلوقتي اللي كانت بتعمل لك كومبنسيشن حصل لها فول كونسبشن. النقطه رقم 2 ديت غالبا هي اللي عندها الاي سي تي بيوصل للقيمه الرهيبه بتاعته اللي هي 30 ملم ميركوري، وده اللي انا قلت لك عندها بيقل جامد قوي السيريبرال برفيوجن بريشر. اللي وصف الكيرف ده والظاهره دي وكل القصه ديت هما اتنين، الاولاني مونرو والتاني كيري.
فقاموا سموا النظريه بتاعتهم ديت مونرو كيليه هايبوثيسيس. نظريتهم بتقول ان حاصل جمع البرين برينك من CCF والبلاد المفروض يكون ثابت عن طريق اللي احنا شرحناه من شويه. نيجي بقى نقول ايه هي الادابتيف ميكانيزم اللي بنعمل بيها القصه دي، كيف يحدث هذا الكومبنسيشن. احنا اتفقنا ان اللي هيقوم بالكومبنسيشن هو CCF وبلاد. نيجي للبلاد اللي هو سيريبرال بلاد فلو، نعملها ازاي؟ نحول الارتيريال سبلاي بتاعنا نبدا نقلله، ماشي، يعني ما ندخلش دم كتير للبرين في الوقت ده، ونيجي عند الفينز درينج نبدا نزوده. كلام منطق، زود لي الفينز درينج ونقص لي السبلاي. هتقول لي طب ما انت كده هتعمل لي اسكيميا. لا، ما انا مش هوصل الموضوع للكريتيكال CPF اكيد، لكن مش هدخل دم كتير في الوقت ده. واللي يخدمنا في القصه دي هو الفازو كونستريكشن. زي ما قلت لك هيفيدنا ازاي؟ كفوليوم هيقل، لكن كبرفيوجن بريشر هيزيد عن طريق انه زودك المين ارتيريال بريشر. وارجع للفيديو اللي فات. طيب نيجي لمستوى CCF نعملها ازاي؟ كلام سهل جدا. يعمل CCF كفورميشن لو سمحت قلل الفورميشن شويه، يعني ما تزودليش تصنيع حاجه دلوقتي. طيب كابزوربشن زود الابزوربشن، يعني ابدا صرف CCF دلوقتي اكتر واكتر. في حاجه تانية على مستوى CCF، نزود الديسبليسمنت منين؟ من البرين للسباينال كورد اللي تحت عشان تقلل لك الفوليوم بتاعه اللي موجود في البرين. يبقى اذا الادابتيف ميكانيزم اللي بنعمل بيها كومبنسيشن لزياده ICT منطقيه جدا، وانا قلت لك الفكره بتاعتها. وشرحنا الكيرف الرائع اللي هو بتاع عمنا مونرو اند كيليه والنظريه بتاعتهم، قلنا لهم تسلم ايديكم. تلخيص للتكست بوكس كتير اتقدمت له بوصفه سحريه على طبق من ذهب ساعدته ينجز. في سلايد رقم 17 عايز اقول لك ايه؟ ان الكومبلاينس ديت عشان نحافظ عليها كنا محتاجين كومبنسيشن، والكومبنسيشن بالادابتيف ميكانيزم اللي احنا حكينا عليها فوق في السلايد اللي فاتت محتاجه تايم، محتاجه وقت. بمعنى ايه؟ تخيل دلوقتي عندك باثولوجي معين، الباثولوجي ده رابيدلي جروينج ليجن معين، زي مثلا الهيموريج بيطلع من ارتري بكميه كبيره جدا في وقت قليل، بدا يبقى عندنا كميه كبيره ضغطت لك على السراوندنج تيشو وزودت لك ICT. هل انت عندك وقت كافي ساعتها انك تعمل كل الادابتيف ميكانيزم اللي احنا حكينا عليها فوق؟ الاجابه طبعا لا. فبالتالي الادابتيف ميكانيزم ما قدامهاش وقت كافي انها تحصل، وبالتالي هتلاقي ICT زاد معاك اكتر واكتر. على عكس الحال لما تكون انت بتتعامل مع تيومر مثلا لولي جروينج ليجن بيكبر بالراحه جوه البرين، فبيسمح ان الادابتيف ميكانيزم الاخرى اللي احنا حكينا عليها تاخد وقتها وتحصل، وبالتالي الICT ما لقوهوش زايد قوي زي في حاله الهيمرج. يبقى اذا دلوقتي المعلومه اللي عايزين نطلع بيها من السلايد رقم 17، احنا محتاجين وقت. الليجن والباثولوجي والنيتشر بتاعته هتاثر علينا اذا كان هيبقى فيه ادابتيشن وكومبنسيشن ولا لا، وبالتالي اذا كان الICT هيزيد معانا قوي ولا مش هيزيد او يزيد حاجه بسيطه. حلو، نختم بقى الفيديو ده باخر موضوع ان انا اكلمك على CCF، وده عباره عن 2 سلايد خفاف قوي. CCF ايه المعلومات اللي انا عايز اكلمك عنها؟ الفورميشن، السيركيليشن، الابزوربشن، الفانكشن، والفيزيكال بروبرتيز، وبعض الادراج اللي بتاثر عليه. الفورميشن احنا لسه قايلينه من شويه، بيطلع من الكرويد بليكسس اللي موجوده في اللاترال فنتركل، وبنجيب الكومبوننت بتاعته من البلاد اللي جنبنا عن طريق اكتيف بروس. بننقي حاجات معينه نقوم ناخدها من البلاد ونحطها في هذا اللاترال فنتركل يا جميل. اكتيف سكريشن يعني محتاجه ATP. ايوه. السيركوليشن حكينا عنها من كل لاترال فنتركل الى الثيرد فنتركل، ثم الى الفورث، ثم الى سب اراكنويد سبيس. وده برضو نقطه مهمه قوي عشان انت تطلع CCF وتحطه على الفينس ساينس، وده معناه ان انت محتاج حركه من هنا الى هنا، B1 الى B2. وعشان نعمل درينج كويس لازم يكون B2 اقل من B1. من B2 البريشر جوه الفينس ساينس اللي جنبنا اللي احنا هنعمل درينج عليها. طيب تخيل معايا ان CVB من ده السريبرال وليس السنترال فينس بريشر عالي، يعني البريشر هنا الهيدروستاتيك بريشر جوه الفين عالي قوي. هل هتعرف تعمل درينج كويس؟ لا، مش هتعرف تعمل درينج كويس، وبالتالي هيزيد الICT، صح ولا لا؟ لان هيتراكم CCF كتير. وده يقول لك ان الحاجات كلها مرتبطه ببعض. لو عندك اي حاجه مزوده لك الفينس بريشر جوه البرين، فده هيزودك الICT بطريقتين. اولا دايركت ميكانيزم، ان في فينس بلاد بقى واقف اكتر جوه البرين، وانا قلت لك البلاد يصنع الانتراكريال تنشن بمقدار 12%، سواء كان ارتيريال سبلاي او فينس درينج. وCCF هيقف كتير جوه البرين
البرين، وده كان يصنع 8% من الاي سي تي. يعني بشكل ما ده يتسبب ان الاي سي تي يزيد. ايه تطبيق الكلام ده؟ لو عينك كنت منيمه وعامل اوفر تويستنج للنك، فده بيزود السي في بي اللي هو السيريبرال فينوس بريشر، او الجراح وهو شغال ضاغط على الفينز بتاع الرقبه لاي سبب من الاسباب، سواء بقى بايده او حاطط الات ولا اي حاجه، وده برضه هيقلل لك الفينوس رينج بتاع البرين، فيزود لك السيريبرال فينوس بريشر ويزود لك الاي سي تي. الحاجات ديت فهمناها كويس لان احنا الحمد لله ملوك الفسيولوجي، فاهمين كل كلمه معناها ايه، مش بنسميها معلومات. طيب لما تيجي تقول لي بقى العنوان الرابع اللي هو الفانكشن بتاعتنا ايه، المين فانكشن بتاع اس اف بروتكشن، بيشتغل از ووتر بيلو للبرين اللي حواليه، وبيعمل ريسبيراتوري كنترول، بيلعب دور في الريسبيراتوري كنترول لان السنترال كيمو ريسبتور كانت موجوده فيه. نيجي للعنوان الخامس والسادس اللي هي الفيزيكال بروبرتيز والادراج اللي بتاثر عليه. ايه خواصك الفيزيائيه يا عم السي اس اف؟ يقول لك انا زي الحياه، الملح فيه اكتر واللي سويت اقل، مور سولتي ليس سويتي. مين يمثل الملح؟ ال NaCl. ال NaCl في السي اس اف اعلى من البلازما، اما اقول لك اكتر يعني اكتر من البلازما، اقل من البلازما، فدي النقطه الاولانيه. بس كاتب لك ان الكلورايد فيه اكتر بكتير، ودي عايزه شرح واقولها لك كمان ثانيه، لكن نكمل مع بعض بقيه الخصائص بتاعتنا. ايه اخبار البي اتش والاوزمولاريتي؟ زيه زي البلازما، لكن اقل من البلازما في نقطه السكر. ايوه، الجلوكوز، البوتاسيوم، الكالسيوم، البيكارب اقل بكتير جدا من البروتين، تقريبا ما فيش بروتين جوه السي اس اف. هنعمل بيه ايه حجمه الكبير ده؟ احنا عايزين سائل يشتغل زي مخدات ميه حوالين البرين. تعال اقول لك ليه الكلورايد في السي اس اف عالي. ادي البلاد بتاعنا في البرين، الاتش يجي يعدي يقول له لا مش هتعدي يا عم الاتش، عشان هنا في واقف حاجه اسمها بلاد برين بارير لا يسمح بمرورك، لكن يجي غاز زي CO2 ينفع يعدي. ولما كان بيعدي كان يدوب في السي اس اف، وكان بيتحول بقى يا سيدي المعادله الشهيره CO2 بلس ووتر يديك ال H2CO3، وده بعد كده يتفكك بحاجه اسمها كربونيك انهيدريز، خلي بالك من اسم الانزيم ده، الى بايكارب والاتش، وهو ده الاتش اللي ما كانش عارف يدخل، السي 2 تحول الى اتش في الاخر، وهو ده اللي هيأثر لك على الريسبيراتوري كنترول اند سنتر. عشان كده كنت بقول لك احد وظائف سي اس اف يحتوي على السنترال كيمو ريسبتور ويساعد في الريسبيراتوري كنترول. طيب الاتش هيدخل عشان خاطر يأثر على الريسبيريشن بالقدر المناسب له. البايكارب هيعمل بيه ايه؟ هل هنخليه جوانا هنرميه في سي اس اف؟ لا، نبدا يا سيدي نرجعه للبلازما تاني. عشان ترجع البايكارب للبلازما فلازم تاخد حاجه نيجاتيف قصاد البايكارب الناحيه التانيه عشان تحافظ على الالكتريكال نيوتراليتي. فخدنا الكلورايد من البلازما ودخلناه جوه السي اس اف، وده اللي خلى ان السي اس اف فيه كلورايد كتير. حلو جدا. نيجي بقى بعد كده للدراج اللي بتأثر على السي اس اف. والله عندي ادويه تنقص الفورميشن وعندي ادويه تانية تزود الابزوربشن. من الادويه اللي بتزود الابزوربشن الدايوريتك بصفه عامه زي اللاتكس والسبايرونولاكتون. وانت دلوقتي بقيت فاهم ليه الدايوريتكس تزود الابزوربشن. هتقول لي لا مش فاهم ليه يا جميل، ما انا لسه شرحها لك من شويه فوق لما كنت بقول لك في علاقه رهيبه ما بين السي اس اف والفينس بريشر في موضوع الدرينج او الابزوربشن بتاعه. كل ما انت بتدي دايوريتك فانت بتقلل الهيدروستاتيك بريشر الموجود في البلاد بصفه عامه وفي الفين بصفه خاصه، لان الفين هو ده كاباسيتانس فيزل، يعني اكتر فيزل واخده بلاد فوليوم. فلما بتنقص للهيدروستاتيك بريشر اللي موجود هنا في الفين بيبقى سهل السي اس اف ان هو يتحرك من نقطه واحد اللي هو النقطه اللي فيها الى نقطه 2 اللي اسمه الفين، عشان البريشر اللي قدامه اللي هو الاوبوزنج بريشر قل نتيجه الدايوريتك. فهمت الدايوريتك اشتغلت ازاي؟ من اشهر الدايوريتك اللي بتزود لك الابزوربشن بتاع السي اس اف سبيرونولكتون واللازكس والكربونيك انهيدريز انهبيتور. لو من الحاجات اللي بتنقص الفورميشن فازوكونستريكتور الكورتيكوستيرويد، ويمكن ده اللي خلى لها دور في حكايه ان بتظبط لك الاي سي تي عن طريق حاجات كتير، منها ان بتنقص لك الفورميشن بتاع السي اس اف والايزوفلورين. يا سيدي الفاضل كده يبقى احنا خلصنا النهارده حلقتنا عن الاي سي تي بكل الحاجات اللي بتدور حواليه. فاضل لنا ايه بقى باذن الله؟ فاضل لنا عنوان تاني اللي تحت العنوان الاكبر ريجوليشن. كان في حاجه اسمها اوتو ريجوليشن وبعدين الانستيك افكت. وبعد ما ناخد العنوانين دول هنكون خلصنا فيديوهات الفسيولوجي بتاع مملكه السي ان اس، وديت اللي بتخليك وحش الوحوش في الدخله الجايه في مملكه الفخامه والعظمه، الا وهي دخله النيورو بروتكشن. انا دلوقتي هذا الشابتر انا مقسمه لك الى 3 ستيبس. الخطوه الاولانيه اللي هي المرحله اللي احنا فيها 6 فيديوهات الاولانيه خالص، وفيديوهات قصيره ولذيذه وجميله بكلمك فيها على الفسيولوجي وبحط فيها البيزك بتاع اللي جاي. مش بحكي فيسيولوجي ملوش علاقه بالكلينيكال، ده هو ده اصل اللي جاي. وبعدين 6 فيديوهات بعدها عن نيورو بروتكشن لاي حاله في الدنيا. فلو انت حتى مش مذاكر حاله على الاقل روح ذاكر ال6 فيديوهات بتاع النيورو بروتكشن، ودول محتاجين ان انت تذاكر ال6 اللي قبلهم عشان تكون هاضمها كويس جدا.
وبعدين السبيسيفيك بقى فيديو اللي بتتكلم عن حاله، فيديوهات بتتكلمك على حاله الهيد تروما، فيديوهات بتكلمك على حاله سبق ركنيود هيموريج، فيديوهات بتكلمك على برين تيومر. تمام، دي مملكه الفخامه والعظمه مع بعض يا شباب. اشوفكم على خير الفيديو الجاي باذن الله. هنا وهنا فقط يصنع وحوش التخدير.